يا صباح الخير والورد والفل والياسمين على احلى واغلى متابعين. ازيكم يا حلوين؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وسعاده وراحه بال. صلوا على الحبيب قلبكم يجيب نهاركم سعيد. يا رب يجعل يومكم مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحه البال. بقى ان شاء الله روتين جديد وفيديو جديد كله حيويه وكله نشاط وكله طاقه ايجابيه. كان عندي فضل السكينه ديت، هي سكينه كبيره وسكينه صغيره كده، هاخدها عشان هروح اغسلها بقى في البحر قبل دخول الشتاء طبعا. وهعمل بقى لكم الخلطه اللي انا بغسل بها السجاد وبعد ما اعتمدها على طول بقالي سنين. هقول لكم الخلطه ديت ايه، خلطه جباره، خلطه سحريه بتنضف اي بقعه خالص عندك في السجاده مهما كانت البقعه. كملي معايا الفيديو للاخر وان شاء الله تستفيدي منه. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك وتنزلوا تحت على الاشتراك في القناه. تعالوا بقى بينا اقول لكم على الخلطه دي. بصوا معايا هنا، اللهم صل على النبي، نص لتر من شاور السجاد، ومعايا نص لتر من خلطة الملابس، وكمان مسحوق من الغسيل اي نوع مسحوق احنا بنستعمله، ومعايا كمان شوية معطر من بتوع الملابس، والفرشة بقى الهدية ديت هي اللي انا هغسل بيها. طبعا كل ده بقلبه مع بعضه وبزود عليه لترين من المية، وهي ديت اللي انا هغسل بيها. ديت ما بتخليش اي عندك بقى خالص في السجاده. وبصراحه السجاده ديت هي اللي كانت فاضله وانا كنت مكسله عليها، لانها تعتبر هي السجاده اللي بيبقى عليها الهم كله. يعني اكتر سجاده بتتوسخ في السجاد كله هي دي. الحاجه اللي هي سبحان الله بتبقى يعني متسخه او بتغلي في الغسيل، انا بسيبها اخر حاجه خالص. حابه ابدا اما اجي اعمل حاجه واغسل حاجه ابدا بالحاجه اللي ما تبقاش متوسخه قوي، عشان ايه ما تسدش نفس الواحد عن الغسيل. طبعا انتوا عارفين ان الواحد بيغسل بقى في البحر. عايزه اقول كمان لو كانت السجاده متوسخه قوي بتخلي الواحد كده ياخد طاقه سلبيه كده، اللي هو ايه، يكسر على غسيل بقيه السجاد. بصوا بقى، بصوا الخلطه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله عليك. انا طبعا خدت السجاده اهوت ونزلتها البحر وبليتها بقى طبعا ميه، وبعد كده بقى برش شويه كده من الخلطه وبدعك بقى بالفرشه اليدويه دي. اي حاجه بتقابلني بشيلها، لان طبعا انتوا عارفين بتبقى لازقه في السجاده. عايزه اقول لكم السجاده ديت كانت مليانه، ممكن الاقي فيها حب رز مستوي، شعر، مش عارفه ايه. لا يعني هي اكتر حاجه كانت عامله فرح. شايفين بقى، بصوا كده الخلطه مضيعه اي بقعه ازاي. بصراحه بقى انا هغسلها مرتين، لان طبعا مره واحده كده مش هتنضف معايا. يلا بقى قوموا تنشروا كده وتشجعوا. لو وراكوا اي حاجه قوموا عشان تعملوها، ولو لسه ما خلصتيش غسيل السجاد بتاعك الحقي بقى يلا معايا كده قومي اغسليه، علشان خلاص بقى الجو بقى يسقع بقى بالليل ودخلنا بقى ايه على اول الشتا كده، وربنا يستر. كل سنه بقى وانتم طيبين. ويا ريت يا حبايبي ندعي لاخواتنا في فلسطين يا رب يفك كربهم، وربنا على الظالم، ربنا على الظالم، هو ربنا المنتقم الجبار. ادعوا كده يا حبايبي، ادعوا لهم يا حبايبي كده ان ربنا يفك كربهم يا رب، اللهم امين. وابعد عنهم، اقول ايه، يلا الحمد لله، ربنا يسترها يا رب. بصوا بعد ما دعكت اول حته بقى كده بسحبها بقى كده، هاخدها بقى حته بحته كده. بصوا ارش بقى ميه كده وبعدين الخلطه، وبعد كده اقعد ادعك فيها حته بحته كده لحد ما كل البقعه ديت بتروح منها. هنا بقى كان فاضل هسحبها برضو. عايزه اقول لكم لما تبلى بتبقى تقيله قوي زياده عن اللزوم، يعني بصراحه عايزه اتنين يشدوها. تقريبا دلوقتي غسلت نصها، فاضل بقى نصها. وبعد كده بقى حبيبي بعد بقى ما خلصتها بقى غسيل، هنزلها الميه في البحر علشان اشطفها. ربنا يعيني بقى، لان طبعا دي بتبقى تقيله قوي بصراحه، ما بعرفش ان انا اسلك ان انا اشطفها لوحدي. بس انا قلت ان شاء الله ربنا هيعيني ويقدرني واشطفها. دي كانت اخر حته هي في السجاده، هي اللي انا هدعكها، هي اللي فاضله بس هدعكها كده وخلاص. ده بقى خلصتها بقى كده غسيل اهوت. هروح بقى واخداها كده ملففاها في الميه واروح منزلها عشان بقى اشطف. بعد ما شطفتها بقى بوقفها هو تصفي، وبعد كده بقى احط بقى طشت كده عشان احطها تصفي عليه. هتنزل بقى اي ميه زياده فيه. طبعا جبت حلتين من الميه كمان حطيتهم عليها، واغسل بقى السجاده الصغيره ديت وما صورتلكوش بقى في ديت. وبعد كده بقى هسيبهم بقى يصفوا كده لمده 3 4 ساعات، وبعدين اجي اخدهم عشان انشرهم على البلكونه. قوموا بقى تنشطوا وتشجعوا وخلصوا غسيل السجاد. يا رب ان يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تحطوا اللايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.